اليوم غنهضروا على الجروب بي ديال لا كان 2025 وغنهضروا على الارقام ديال كل منتخب فيهم. مصر كونتر لافريك دو سود، وهنا غادي تشوفوا المفاجاه. جنوب افريقيا ما خسرتش مع مصر لا في لا كان لا في الشان لا في لي ماتش اميكو من 2006. دوزو الرادار ديال لا بوزيسيون كنشوفوا بلي مصر ولا افريك دو سود مسيطرين عاوتاني، ولكن انغولا ب 56% تقدر تخلق لهم صعوبات كبار. مي كيف ما كنعرفوا كاملين لا بوزيسيون ما كتعنيش بلي راه غتربح الماتش في الاخر. لا غادار بجوج اللي كنشوفوا هنا كيبين لنا بلي لافريك دو سود عاطيه لاين اوفونسيفمون على باقي المنتخبات. ملي نقدر نقول لكم هو ان المنتخبات بربعه كيتيريو فوق من لا موين ديال لو تورنوا اللي هي 11 تير باغ ماتش. بالمقارنه لافريك دو سود كيتيري 39.4% ديال لي تير كادغي، مصر تقريبا 43%، زيمبابوي 34% وانغولا 31 فقط. من اللي ضروري نعرفوه هو ان مصر بلو ديسيزيف ملي كنجيو نحسبوا النسبه ديال الاهداف من الهجمات الخطيره. دفاعيا انغولا ومصر تري سوليد وتماركي عليهم غير جوج ديال الاهداف اللي كاليف كاملين. من ناحيه اخرى جنوب افريقيا كيف ما شفنا كتماركي بزاف، ولكن دفاعيا كيتماركي عليها تقريبا 1 بوت باغ ماتش. مصر عندها اكبر حظوظ انها تربح الجروب بي ب 60%. جنوب افريقيا عندها 19%، ولكن ما نكذبش عليكم بلا فورم اللي عند مصر دابا والدراما اللي بين صلاح وليفربول كتبان ليا 19% قليله. انغولا ما بعيداش عليها بزاف 15%، وزيمبابوي عندها غير 7% ديال الحظوظ انها تربح الجروب. شكرا بزاف على المشاهده، وما تنساوش ديروا فولو ولايك الى عجبكم الكونسيبت، وما تنساوش كيف ديما الكره في التيران والحساب عندي.